لو سألت أي حد في مصر أو أي حد في دول شمال أفريقيا، أي حد في قارة أفريقيا، في الشرق الأوسط، في المربع بتاعنا ده، مين أقوى فريق كرة قدم على مر التاريخ يعني في الشرق الأوسط وأفريقيا؟ هقول لك النادي الأهلي. هو أقوى فريق. بقى سيبك بقى أنا زملكاوي ولا أهلاوي، سيبك من الكلام ده. أي لعيب في الدنيا يتمنى يلعب في النادي الأهلي. أنا كزملكاوي أتمنى ألعب في النادي الأهلي. أحمد سيد زيزو راح النادي الأهلي، أشرف بن شرقي راح النادي الأهلي، إمام عاشور راح النادي الأهلي، كهربا راح النادي الاهلي. اي حد في اي حته يتمنى يلعب في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي براند، نادي كبير ونادي قوي. فالسؤال هنا، انت لما تكون بتلعب في النادي الاهلي وعندك موهبه ولاعيب كوره حريف وبتكسب وبتقف على الكوره زي كابتن رمضان صبحي، ايه اللي كان ناقصك تاني في الدنيا؟ يعني إيه اللي في حياتك انت ما عرفتش تعمله تاني؟ يعني انت بتلعب في النادي الاهلي، ده حلم. يعني تلات ارباع لعيبه مصر تتمنى ان هي تخش بس بوابه النادي الاهلي، تخش بوابه النادي الاهلي، مش تلعب فيه، تخش النادي الاهلي. انت كنت بتلعب في النادي الاهلي، كنت بتلعب اساسي، وانت ابن من ابناء النادي الاهلي، وكنت بتاخد مبلغ محترم كل سنه. ايه اللي كان ناقصك كلاعب كوره يخليك تدمر نفسك كده؟ ما ده السؤال. النهارده رمضان صبحي توقف 4 سنين، 4 سنين بسبب المنشطات، خارج ان هو متهم في قضيه تزوير، وحاليا هو في الحبس، هو محبوس بسبب قضيه التزوير دي. فانت كرمضان صبحي، انت كان ايه اللي ناقصك وانت بتلعب في النادي الاهلي؟ ده هي مكالمه تقريبا المكالمه دي ما خدتش دقيقه، ده يعني ضيعت تاريخه الرياضي كله، ودمرت له مستقبله اللي كان هو يعني كان هيبقى في حته تانية خالص. هي مكالمه، قال له قدامك ساعه وترد على النادي الاهلي، 60 دقيقه، اداك مهله 60 دقيقه. ال 60 دقيقة دول لو انت كنت فكرت فيهم دقيقتين، النادي اللي عملك، النادي الاهلي هو اللي عملك وما ينفعش امشي منه غير بمزاج او بإرادة النادي الاهلي، كنت حافظت على مستقبلك لحد النهاية. كان زمانك حتى الان رمضان صبحي ابو التفارين حدوتة. انما انت اداك مهلة 60 دقيقة عشان ترد على الاهلي، الفلوس اغرتك، دمرت مستقبلك. انا عايز الفيديو ده، اي حد بيلعب كورة في الشباب اتفرج على الفيديو ده وما تغلطش غلطه. يعني بص اللعيبه اللي حوالين منك وشوف هم بيعملوا ايه وما تغلطش غلطتهم. ده لعيب كان من احسن لعيبه الدوري، من احسن لعيبه الدوري، بيلعب في احسن نادي في افريقيا وفي مصر، ما كانش محتاج حاجه من الدنيا بعد كده، ومتزوج وعنده عربيه وربنا كرمه باطفال، كل حاجه ممكن تتخيلها حلوه كانت عنده. بس هو البني ادم الطماع، هو رمضان صبحي طمع في المال، طمع ان انا أبقى اعلى من النادي الاهلي اللي اداني. يعني ايه الاهلي يقول لي ساعه وترد على الاهلي؟ لا، ده انا رمضان صبحي. بس هنا انت دماغك وداك في 60 داهيه. بلاش يا جماعه، بلاش تمشوا ورا شهواتكم ورا دماغكم ورا طمعكم. امشي ورا حلمك، امشي ورا مستقبلك، هتنجح. رمضان صبحي ده كان زمانه دلوقتي حاجه تانية خالص، كان زمانه بيلعب اساسي في منتخب مصر، وكان زمانه يعني من اعمده النادي الاهلي الاساسيه. شوف دلوقتي هو فين. اتوقف 4 سنين عن، وحتى لو عمل استئناف، حتى لو بقت سنه كامله بعيد عن الكوره، انت بطلت. ما بالك بقى قضيه التزوير اللي ممكن يتحبس فيها اصلا، يخش السجن فيه. فالموضوع كبير بالنسبه لرمضان صبحي. انا ما اتمناش ان لعيب في مصر يعني يحصل له كده، وما اتمناش ان حد تاني يعمل نفس الغلط، لان بجد رمضان صبحي اخطا خطا يعني ده للتاريخ.